السلام عليكم احبائي حبيباتي من كوزين سجود. جينا اليوم وجبنا معنا وصفه سهله وبسيطه طبعا في نفس الوقت. بنينا بما اننا في فصل الصيف كامل نحب حاجه خفيفه، لهذا بغيت نشارك معكم هذه الكيفيه او الوصفه اللي كامل نحبوها كبيرنا وصغيرنا، اللي هي عباره على كباب طبعا بطريقتي. كما راكم تلاحظوا هنايا جبت حوالي 4 شرائح تاع دجاج او صدر دجاج، حطيته شويه ملح وشويه قارص وخل، وطبعا غمرته بحوالي اطار تاع ماء وحطيته حوالي ساعه حتى يتنحى هذيك الزفاره الزفرة تاعو ونغسلو جيدا. هذا هي السر الاول اللي يعطي البنه تاع الشاورما. ما نطولش عليكم، نروحو نشوفوا التتبيله اللي كما راكم تلاحظوا. جبت درت حوالي 2 مغارف كبار تاع ايوخ طبيعي، مغرف كبيره او نص ملعقه كبيره طماطم مصبره وملعقه صغيره موطارد، حليتهم في شويه ماء كما تشوفوا مليح جيدا. هنايا بعد ما حليت هذيك المكونات كما راكم تشوفوا هنايا راني ضفت المكون اللي خلى هذيك التتبيله ما شاء الله قمه في البنه، اللي هي عباره على عصير حبه برتقال. حتقولوا لي عصير البرتقال وهذا، نقولكم صدقوني جربوه راهو بنين ويعطي بنه للدجاج نتاعنا. ضفت لها تاني 4 مغارف كبار زيت، وطبعا التوابل اللي كيما راكم تلاحظوا. باش نطولش عليكم بالنسبه للتوابل راح نحطهم لكم في صندوق الوصف، نتمنى ترجعوا ليهم وتشوفوهم. خلطت كامل المقادير هذيك جيدا مع بعضهم كيما لاحظتوا، وجبت الدجاج تاعي بعد ما مررت عليه ساعه عاودت غسلته مليح، خليته يقطر وقطعته شرائح صغيره. خلطته في هذيك التتبيله وغطيته وخليته في الثلاجه حوالي ساعتين. هذه الطريقه يمكن نستعملوها ليله من قبل، واذا كنتم مزروبين كما هنا ساعتين تكفي. من بعد ما مروا ساعتين جبت مقله شيحه، ما حطيت حتى ماده دهنيه، حطيت الدجاج تاعي طيب. وهنايا كما راكم تشوفوا كيفاش طاب وكيفاش جا. طبعا دوك نمروا للمونتاج. كامل نعرفوا المونتاج تاع الكباب، ما حبيتش نطول بزاف. هنايا انا الخبز مش ما خدمتوش، شريته جبت الخبزات نتاعي قسمتهم على نص، حليتهم طبعا وحطيت فيه شي اللي كاين في الدار، يعني لي صوص واش تحب العائله تاعك، واش يحب الفرد هذاك ياكل في الساندويتش نتاعو. انا فقط في الفيديو هذه ركزت على طريقه التتبيله تاع الدجاج، صدقوني ما شاء الله بنه رائعه. طبعا بعد واش تحطوا في نص الخبز تاعكم. طيب هذا كل واحد وذوقه. انا بالنسبه لي حطيت لا مايونيز، حطيت فرماج تاع لي كاري، طبعا ليغوم سلطه طوماط اونيون، سلطه طماطم وبصله، وطبعا حطيت الدجاج ديالي مع شويه فرماج. كما هذه هي الوصفات اللي كامل نحبوها في الصيف، انه حاجه خفيفه وما تتطلبش وقت كبير، واي واحد يقدر يحضرها وماشي حاجه اللي واعره. كما تلاحظوا هنايا بعد ما حطيت الخضر تاعي طبعا حنحط الدجاج نعمرو ونزينو من الفوق بشويه تاع فرماج رابي، ولا تخليوها هكا كما حبيتو. واللي ما يحبش لا مايونيز ولي صوص هادو تاع لا صوص الجانيتو يقدر يخلي شويه صوص في هذاك الدجاج ويحطه في الساندويتش تاعو باش يجي بالعنايه. هنايا اني حاولت انه ما يكونش ناشف بزاف كي نحطو باش البنه هذيك تاع لاصوص تبقى مع الدجاج ويجيني طري. هنايا حطيت الفرماج، وهذا هي الوصفه تاع النهار اليوم. كما راكم تلاحظوا لك هنايا عن قرب كيفاش جات، صدقوني البنه مهما وصفتها لكم عليكم غير تجربوا الوصفه باش تشوفوا اذا كنت صادقه فيها ولا لا، وما عليكم غير تخليوا لي كومونتير. نتمنى تكون الوصفه عجبتكم، ونقولكم ابقاو على خير في وصفه اخرى ان شاء الله.